السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. رجعت لكم فيديو جديده ووصفه جديده. وصفتنا تاع نهار اليوم راح تكون وصفه الطمينه مع جميع اسرارها وجميع النصائح اللي نعطيها لكم باش تخرج لكم طمينه هايله، باسكو كاين بزاف اللي تخرج لهم قاصحه، كاين اللي تخرج لهم يابسه، كاين اللي ما تقعد لهمش مده اطول. دونك في هذا الفيديو فيه بزاف صوالح، فيه نوعيه تاع السميد، سر الطراوه، راح نعطيكم رايي في التقنيه الفوره، راح نوريكم كيفاش تكتبوا على الطمينه تاعكم بلا موتيف، وراح نخبركم بواحد السر اللي تضيفوه لها باش تبقى طريه لمده اطول. نقولك حبيبتي اتفرجي الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه. نبدو بسم الله بالنوعيه تاع السميد. راح نعطيكم لمحه على بزاف سقسيتوني على السميد تاع الرقاق. السميد تاع الرقاق لازم تشوفوه اصفر، من الاحسن تشرو تاع الميزان. علاش تاع الميزان؟ راح تشوفوه ماشي كيما تاع الباطا يكون بلع ما تعرفوش، دونك اصفر. اللي سقساوني انا الماركه نقول لكم انا شريته بالميزان، الماركه تاعو سفينه، تاع مستغانم هكا شكاره تاع كبيره. بالنسبه للرفيس المتوسط، ماشي شرط شي تاع ميزان، اي ماركه متوفره عندكم. بالنسبه تاع التغنته واش راح تختاري؟ من الاحسن تختاري تاع باطا. كاين 3 ماركات ملاح راني جربتهم، مولا ولا سيم ولا بركه. هادو المتوسط اللي فيهم مليح ويصلح للتغنته. تاع الميزان ما ننصحكمش به، باسكو في بعض الاحيان تصيبوا متوسط في تاع الميزان تصيبوه شويه في حبيبات خشان. دونك الا شريتو تاع الميزان لازم لكم شويه تصيروه، تنحوا هذيك الحبيبات اللي جايين خشان فيه وتقردوا غير هذاك الخفيف. هنايا راح نديرو الطمينه تاع ولا التقنته تاع ليتفور، وراح نعطيكم رايي فيها. هنا راح ندو قطعه تاع قماش ولا شاش يكون شويه رقيق، هكا انفولاغ يكون عندكم نظيف. راح تفرشوا هكذا في هذاك الكسكاس تاعكم، وراح تحطوا الكميه تاع السميد اللي تحبوا. اذا حطيتيه ديريكت فوق الكسكاس بلا ما تحطي هذيك القطعه تاع الشاش، راح كامل يهبط معاكم ونصو يروح في الماء. دونك القطعه تاع الشاش ضروريه. هنايا نغطي عليه مليح وراح نخليه فوق النار يفور كيما نفورو الطعام. اون فوا تشوفوه فارغ هكا رقبتو عليه، راح تصيبوه هكا داير حبيبات كيما راكم تشوفوا، معناتها راه فار. وتفوروه غير مره ماشي بزاف. هنايا نحيه من هذيك القطعه تاع القماش، ونبقى نحل فيه هذوك الكويرات نحلهم، وبالطبع نخليه يبرد. هنايا بعد ما برد، فيما يخص طريقة تحماص السميد تاعكم، للمبتدئات توجو ادو مقلة ثقيلة ولا طاجين هكذا باش السميد تاعك ما ينحرقلكش وما يجيش نص ابيض ونص محمر ونص كحل، باش تجي التقنة تاعكم اللون تاعها موحد. وتبقى واقفين عليها هكذا، تديو وتجيبوا يا بسباتول ولا بهذه كوبات ولا بالامسي كارطون، هكذا تبقوا تدو تجيبوا واقفين عليها حتى تكتسب اللون الذهبي. اول حاجه اللي نوه عليها حبيباتي، النار تكون ناقصه، ما تغصبيش فيها، ما تقويلهاش النار سينو راح تنحرق لك. هنا حطيت ديت، راح نوريكم في كميه صغيره، ديت 2 كيسان تاع سميد محمص. ومن هذا العبار تقدروا تكتروا ولا تقدروا تدوا غير نفس هذا العبار. هنا ديت كيلة ولا كاس تاع زبده دايبه وراهي دافيه، والكاس تاع عسل دايب. نتوما تقدروا تخلطوا مع بعض، تحطوهم فوق النار وتخليهم يذوبوا، وحذاري تخلوا العسل هكا يغلي، باسكو الا غلا من بعد راح يبس لك ويقصح لك الطمينه تاعك. هنايا ضفت 4 ملاعق كبار مملوئين تاع الكاوكاو محمص ومرحي مع الجلجلان محمص ومرحي، رحيتهم مع بعض. هذا اللي ما تحبش الطقنة تاعها حلوة تضيف هذه المكونات، واللي تحبها حلوة زيادة تضيف حلوة الترك.
مع انه حلوة الترك راح تزيدها حلاوة بزاف. هنايا باش نتفادوا هذيك الزيت ولا الزبدة تطلع لنا في الطمينة تاعنا وبزاف يشكو منها، كي تحطي الزبده والعسل مع العسل، بقاي تخلطي فيهم مليح حتى يندمجوا مع بعض، حتى ما نولوش نحسوا باللي العسل راه تحته والدهان ولا الزبده راه من الفوق. دونك خلطوا مليح وضيفوا هذاك الخليط تدريجيا وبقاو تخلطوا. من بعد خلوها تريح باش هذاك السميد راح يتشرب ديك العسيله وديك الزبده. من بعد كي تمر هكا 20 دقيقه ولا 25 دقيقه راح تشوفوا الطبقه تاع الزبده طالعه من الفوق ولا الكميه تاع الزيت طالعه. دونك في هذه المرحله بقاو تخلطوا فيها. هي علاش تطلع باسكو سميد يشد السخانه وتبقى توجو غاديك الزبده سخونه. على بها كي تبقاي تخلطيها راح تبرد، راح يشربها السميد. هذا ما كان تبقاي تخلطي. راح نضيفوا لها المكون السري هي اللي يعطيها طراوه، هو الماء زهر. ضفت لها ملعقه تاع ماء زهر. اذا كانت الكميه كبيره ضيفوا اكثر، ولا تقدروا تضيفوا الحليب. بصح الماء زهر يعطيها ذوق رائع، خاصه اذا كان نوعيه جيده. انا للامانه نستعمل القصبه هذيك البواطه الزرقاء ولا القرعه الزرقاء، ليس للاشهار كي نقول لكم هكا الماركات، غير باش هكذا تخرج لكم الحاجه ولا الوصفه مليحه. هنايا ها هي الطمينه تاعي، نروحو نزينوها. فيما يخص طريقه التزيين، انا شريت هذا الموتيف. هذا الموتيف راه يتباع وبصح قليل، ما تصيبوش بزاف. دوك نعت لكم فيديو واحد اخر وين تشروه ان شاء الله بربي. اذا ما صادفتكش وما صبتيش، مع انه هذا شيتو غير 15000، لا ما صبتيش سهل الحال، راح تصنعيه غير في دارك. ديري تديان فيش كارطوني، ديري دويره هكا بالمدوار ولا غير بطبسي، ولا مهم تشوفي الشكل الدائري، تكتبي المولد النبوي الشريف. الا ما يحبش كتيبه وما يحبش هذا الصوالح، هي المهم تفاهدي اسم الجلاله واسم محمد عليه الصلاه والسلام، هذولي ما تكتبيهمش. ولا ديري شمعه، ولا تقدري ديري كاع كابتور ديكران على هذا الموتيف وتحطي وترسمي كيفه. المهم ومن بعد تحكمي يا كيتور يا لالام. مهم لالام تشوفي اتونسيون باسكو علاش شويه بالك تجرحي يديك، ولا المنجاره تنحي منها هذاك ديفيسيها وتخرطيها وراح يتشكل هكا هذاك الموتيف. هنا دردت شويه تاع القرفه وراح نشوفوا الطمينه تاعنا ولا التقننطه في طاوله التقديم. والشكل النهائي ها هو، ما حبيتش نكتر فيها. راح نعطيكم رايي في الطمينه تاع الطفوار. راح تعطيها طراوه لكن ماشي تمتم. الغدوه من تاك راح تحسوا الطمينه تاعكم مطرات، وخاصه كي تزيدوا لها هذيك اللمسه تاع المازهر. والطمينه توجور جامي غير تخلطوها تاكلوها ديريكت، خلوها تشرب، خلوها تريح، خلوها هذيك الحبيبات تاع السميد تطرى عاده باش كلوها. ثم توجور خدموها شويه الافونس باش هكذا تجيكم طريه. ان شاء الله يا ربي هادو النصائح ديتوهم، وان شاء الله يا ربي راح تنجحوا فيهم. الى عجبكم ديروا جيم وبارطاجوا مع الاصدقاء، وخليكم في رعايه الله وحفظه.